ده انا صاحيه من الصبح وقاعده مستنيه حد يجي يفطر معايا. اصلي نمت متاخر امبارح، عشان كده اتاخرت في الصحيان شويه كده اهو. وبسلامتها اسم النبي حارسها وصاينها. نامت واخر هي رخرة امبارح بالليل. مين؟ سناء؟ هو في حد غيرها؟ ايوه يا روحي، سناء بنتك. ما انت عارفه انها كانت في السينما امبارح مع خطيبها. طب وايه يعني؟ هو كل اللي يروح السينما ينام لغايه الظهر؟ معلش يا عمتي، ما هي بقى وقفه عيد، يمكن يكونوا ايه؟ لا لا يا مديحه، لا، انا مش عجباني التربيه دي ابدا. انت لازم تاخدي بالك من بنتك كويس. السينما تروح الصبح مش بالليل، ومش لازم كمان يخرجوا مع بعض كتير بالشكل ده. دول حيالله لسه مخطوبين. وبعدين بقى يا عمتي، احنا هنرجع للكلام ده تاني والتالت ورابع كمان. شوفي بقى لما اقولك ان كنت انا هوافق على جوازك من جلال، فده بس عشان البنت تلاقي راجل يحل محل ابوها ويحكمها. بس علشان كده. وانا ما فكرتيش فيا؟ ما فكرتيش في السنين الطويله اللي عشتها لوحدي؟ كنت عايزاني اعمل ايه؟ افضل متجوزه بالاسم بس؟ هو انت اول واحده جوزها دخل مستشفى الامراض العصبيه؟ يا عمتي حرام عليكي، ده حوالي 20 سنه دلوقتي مستحمله لغايه ما البنت كبرت. ما حبيتش اجيب لها جوز امي يحل محل ابوها. امال ايه اللي غير رايك دلوقتي وخلاكي تفكري انك تتجوزي؟ لان الدكاتره قالوا لي ان مفيش فايده من شفاه، وانه هيفضل طول عمره بالشكل ده. ما كانش قدامي غير اني اطلب الطلاق. واتحكم لك بالطلاق؟ مبروك يا ستي، الف مبروك يا روحي. تحبي ازغرط كمان؟ وبعدين بقى يا عمتي، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، هو مش هنخلص من السيره دي بقى يا عمتي؟ انا ما عملتش حاجه غلط، انا هتجوز على سنه الله ورسوله، وجلال ما هوش غريب، ده ابن عمي. ابن عمي؟ ايوه، وكان عاوز يتجوزني قبل ما اتجوز. لكن الاسم انك ما اتجوزتهوش، تقومي تتجوزيه دلوقتي؟ طيب هو مراته ماتت، لكن انت جوزك لسه عايش في الاسم بس. ما تحاوليش تقنعيني بان اللي عملتيه ده صح. طيب خلاص يا عمتي، سيبينا من السيره دي بقى. انا مش فاهمه انت بتكرهيني ليه؟ مش قادره تنسي الموضوع ده ليه؟ عشان لسه فاضل اسبوع ويمكن ترجعي لعقلك تاني. ما افتكرش يا عمتي، ما افتكرش. انا فكرت في الحكايه دي مده طويله قوي لغايه ما وصلت للقرار ده، فما اعتقدش انك هتقدري تغيري رايي تاني. طب بقول